يا شباب حياكم الله، لو سألتك ايه اكتر شعب بيهتم بالالعاب الرياضية هتقول لي ايه؟ بس قبل ما تجاوبني على السؤال ده انا اللي هجاوبك. ليه؟ لان انا وهو طبعا الشعب المصري، لان الشعب المصري شعب رياضي من يومه، شعب بيعشق حاجة اسمها رياضة. فاللي بنى مصر مش حلواني زي ما كان بيتقالك، لا ده كان الراجل الرياضي ده. I'm a big fan. خش استريح. وعشان كده هتلاقي الشعب المصري جات له فترة بيهتم بالمصارعة ايام الكابتن ممدوح فرج الله يرحمه. وكمان كان بيتابع قناة الحلبة بالمعلق بتاعها. يا نهار ابيض يا نهار ابيض على التنفس الصناعي، لدرجة ان الناس بقت بتقلدها في كل حتة. وحدود مصر في الرياضة ما وقفتش لحد هنا، لا ده احنا كنا بنتابع كرة اليد كمان، وكنا بنستغرب ليه ما بتحسبش لمسة يد. ايه ده؟ بس للأمانة الحاجة الوحيدة اللي اجتمع عليها الشعب المصري هي كرة القدم للأسف. وليه بقولك للأسف؟ عشان أي من هب ودب في الشعب ده بيتكلم في الكورة، فاهم بقى، عامل نفسه فاهم، عامل نفسه عامل فيها، المهم يهبد وخلاص. وانت اصلا لو قلت له هاف ديفندر هيقولك ايوه عارفه الفيلم ده، اتفرجت عليه قبل كده. ويقعد معاك على قهوه بقى ياكل ودان اهلك ويقول لك لو جبنا الواد كيسي ده كان هيفرق معانا والله. لان يبقى عندك كيسي وفي نفس الوقت تروح على بي اس في ايندهوفن تجيب الواد تي، فيبقى عندك ثلاثيه حلوه قوي 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 تخش بيها على اي فرقه يعني. وعشان انهي الجدل ده قررت انزل اعمل اختبارات للشعب المصري في كرة القدم. ونزلت السوبر دوم في استاد القاهره، ده كان ايفنت كبير عاملاه بي ام اي للالعاب ملوش علاقه بكره القدم اصلا. هتقولي وانت ايه اللي جايبك هناك طالما المكان ملوش علاقه بكره القدم اصلا يا معز؟ الصراحه بقى مش عارف، هو كل الحوار ان الراجل المحترم ده قابلني ولا عايزين نعمل اختبارات للناس، فقلت له كلمه واحده بس تعال. والاختبارات دي عباره عن كروت فيفا وانت تخمن اللعيب اللي فيها. ما انا مش هينفع اوريهولك ليه؟ الناس هتتخض. ايه ده؟ وعملنا اختبار لكام حد هناك، اخر واحد مفاجاه، بس كان في مشكلتين. اولا ما كانش فيه مايك، ثانيا الراجل ده ما كانش عارف يصور. 100 فنستحمل بعضينا بقى ونبدا باول شخص معانا. يلا يا لجنه، 1 2 هوبا. والراجل ده معلوماته عن الكوره كانت جباره، كل اللي يعرفه عنها انها مستديره. طبعا ما عرفش يخمن الكروت اللي معايا، فقلت له يقول اي لعيب يجي في دماغه. قعد يقول لي الاستاذ كيليان امبابي واخوه فينيسيوس جونيور استاذ احمد عرابي وبطل احمد عبد العزيز ومدام ناديه الجندي يا ابني في البقعه. وفي الاخر توقع بالانجهام، ما اعرفش ازاي. فعشان الكروت ما كانتش كتير ولسه عايز اعمل الفيديو فرحت واخد منه الكارت تاني. الشخص التاني بقى ده كان برشلوني. هتوهلي تعالى. فرحت سأله سؤال كريتيف جدا، يا ترى ايه اكتر فريق بتكرهه؟ تقولش عادي. فقلت له الكروت اللي معايا دي فيها لعيبه الفريق اللي انت بتكرهه، توقع لي حد منهم. مين اللي هيقول دلوقتي؟ فلقيته توقع الوحيد اللي مش معايا وهو رودريجو. يا زين ما اختار. قلت له طب فوقك هسألك سؤال تاني، نفسك في مين من ريال مدريد يجي يلعب في برشلونه؟ قال لي رودريجو برضه. ارحم امي العيانه افتكر حاجه تانية. الشخص التالت بقى وهو المفاجاه عمو مجدي ذا جاد فازر. مش مصدق نفسي يا وبعد ما سلمت عليه والحكايه والروايه والتيت والشريط استنى هنا. بدات اشرح له الاختبار، وهو مش اختبار قوي يعني، انما هو هيقول موقف بيفكروا باللعيبه دي. واول لاعب معانا مصطفى محمد. طبعا اللعيب ده بحترمه جدا على فكره، ربنا يكرمنا في الزمالك ويرجع تاني يمكن نعرف نكسب. وانا بالنسبه لي الموقف اللي فاكره لمصطفى محمد اللقطه دي. ونخش على اللاعب التاني وهو كابتن شوبير، فانا قلت له فاكر له موقف معين، قال لي لا. قلت له فكرك انا. بص التوقف بتاع اللعب عامل ازاي، يعني حتى اللعيبه نفسها بتتنرفز. ونخش على اللاعب الثالث محمود الخطيب. ده تحيه كبيره للخطيب، انا زملكاوي بس اللعيب ده بحترمه طول عمري. والموقف اللي فاكره لمحمود الخطيب انه طوال مسيرته ما خدش ولا انذار، والله انا اعرف لاعب كان طوال حياته ما بياخدش غير انذارات. خد. ونخش على اللاعب الرابع وهو بيرسي تاو، وده اللي انا فاكره ليه الصراحه. اللاعب الاخير بقى وهو كابتن عبد الغني، الغني عن التعريف. ده انا وحش الوحوش، وانا من كتر مواقفه مش عارف اجيب له ايه ولا ايه، اجيب له كولوسيز يا ابني كولوسيز، ولا ضربه الجزاء اللي خنقنا بيها، ولا تعليقه الاحترافي على الماتشات. كرة ادي هجمه خطر لفريق امبي وعلى صدره والكاوت. المهم في نهايه الفيديو يا شباب انا بتاسف لكم 2 اسف. الاول عشان التصوير الوحش والمايك اللي ما كانش معانا، ثانيا عشان انا بتاخر على الفيديوهات، بس اوعدكم ان شاء الله هتاخر تاني برضه عشان عندي امتحانات، ادعوا لي يا شباب. واخيرا احب اهدي هذا الفيديو للسيد الرئيس راعي الرياضه في مصر. سلام يا رجاله.